عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ينعاد عليكم الايام بالخير. وطبعا بقى كلنا بننظف ترويق دلوقتي العيد وبنظبط امورنا، ربنا يعينكم يا رب. طبعا كنت زمان وعدتكم هننزل بقى بتنظيف الاساس بتاع المنزل والتنظيف بتاعه المظبوط بيبقى عامل ازاي، عشان في ناس بروح لها تقول لي ده انا عملت كذا وجبت كذا وجباز كذا وجبت لون كذا وعملت، فبتبوظ الدنيا. فطبعا معاكم بقى ابو احمد اهوت الاستاذ عاطف هيظبط لكم، يقول لكم الدنيا دي بتنضف ازاي بقى، متطربه عامله عليها بقع مش عارف ايه، يوريكم التنظيف بقى بتاعها ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا جماعه دلوقتي بينظف في الموبيليا وبيحاول ينظف الشقه وكده. فيا جماعه انتم بتقوموا ماسكين الميه ومغرقين الموبيليا جدا، فالتغريق الموبيليا ده بيخلي الخشب يسيب من بعضه. انا هقول لكم على حاجه بسيطه جدا، كل ما في الموضوع شويه بريل تحطيهم اهو عليه نقطه ميه صغيره، المهم يكون البريل تقيل زي ما انتم شايفينه كده ماشي، وقماشه منديه. حتى البريل ده ارخص من انك تروح تجيب ازازه بليدج ب 35 ولا ب 40 جنيه. شويه البريل الصغيرين دول اهو بتبلي كده اهو يعني يعتبر كانه زيت خالص اهو، وتعصره قوي كده اهو يا دوبك، بس القماشه تبقى ايه كانها منديه كده يا جماعه، وتقوموا هم ماشيين على الموبيليا اهو. بصوا اولا مفيش ميه بقى على البريل اصلا، يعني يا دوبك كانك بتدهني زيت اهو. بصي كانك بتعملي بزيت اهو كده بس اهو. تقوم بقى ايه ماسكه الضرفه كلها عاملاها كده. خدوا بالكم ان انا كده ده استغلال له، انا بستغله كده في ان هو برده ايه يعمل لي الحاجه بتاعتي بشغلته بقى. بقول له بص ده انا هبوظها، يقول لي لا انت مش انا هعمل لك. شفتوا بقى الشغل؟ اهيت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو. بقوم بالي الحته كده بس ببريل اهوت. انا مش هاخد الضفه كلها طبعا عشان ما تاخدش معانا وقت. طبعا شايفين الشكل ده اهو، الشكل ده يا حبايب قلبي طبعا. ولسه برضه هيوريكم الحاجات اللي بتسيبيها بقى مثلا زي قيمه مثلا 10 ثواني كده ولا حاجه، بس ان هي تتفاعل مع البقع والكلام ده. وبعدين هتقومي بس جايبه فوطه تانيه نضيفه خالص اهي ناشفه اهي، وشوفي اول ما هتمسحي هتحسي بقى بالفرق اهو. بصي اهو، شفتوا يا جماعه؟ شفتوا اللمعه؟ بصوا اهو. ولا بقى تجيبي البليدج اللي هو ماده كيماويه اصلا. اللي شافني مره جايبه سلكه وجايبه طبق فيه زيت صابون وداخله بقى انت بتعملي ايه؟ وهتشيلي قلت له في بقع وفي حاجات هعمل. يقول لي لا هو مواعين، هي حيله انت بتعملي بالظبط، مالكيش دعوه، ما تعمليش حاجه انا هعمل لاني ولو في عندكم في الموبيليا مثلا حاجات غطسه زي دي كده اهي، بس بالقماشه جوه كده اهو اهي. شوفوا اهي، شوفوا هي بيضه ازاي مثلا اهي، هتقوموا بس نازله جواها كده اهو اهي. خلاص يا جماعه نطفت كده، واجي في الحته دي المزنوقه مثلا اهي، امشي بايدي وهي جواها كده اهي ماشي يا جماعه. واللي حته القماشه بقى الناشفه اهي تدعكي قوي قوي قوي، تقومي تشيلي الايه. بصوا يا جماعه الضفه بقت عامله ازاي، بقت بتلمع. بصوا زي الازازه اهي، شوفوا يا جماعه اهي. بس ولا رحت جبت مثلا ازازه من اللي هي بتبقى في الصيدليه ديت ب 50 جنيه ولا الكلام ده، وفي نفس الوقت ماده كيماويه. لا نوضح الامور، بتاكل في الضرفه. اوضح في الامور يا ابو احمد. يعني انا واحده صاحبتي تقول عارفه ان جوزي استورج، فبتقول لي يا ام احمد انا عندي الصالون دوت انا عملت كان يعني والناس بيطلعوه اتجرح، فرحت جبت ماده حاجه كده بتتباع مثلا عند بتوع البويه، وجيت يعني زي ما بتقول هي اللي بترمها. عملت طبعا الماده ديت مش اصليه، مش نفس الماده اللي اصلا مدهون بيها، عملتها فباظت. والنبي خلي ابو احمد يجي يشوفها كده. وديته قلت لها انت ايه بقى؟ يا جماعه كان الصالون بتاعها كان ذهبي مملزوق ورق ذهب، يعني صالون غالي. الجرح هو طالع تجريحتين كده، المفروض يترم بورق لزق برضه زي نفس الصالون. هي راحت جابت الرش اللي هو بيرطش زي البخاخه ده ذهبي، وقامت رشه. طبعا بعد يومين اللي اترش كله اسود، الطقم كله بقى اسود. فهي جايباني بتقول لي انا عملته حصل معاه كده اعمل ايه؟ طبعا ده هيتذهب من الاول، ده يعوز له ولا 6 7000 جنيه عشان يرجع طقم تاني، انت دمرتيه. كان المفروض من الاول سالتي حد بيفهم هيجيب لك ورقتين ذهب ويلزقوا، خد له 200 جنيه ولا 150 ولا 500 جنيه، وكان الطقم بقى يرجع زي ما هو. انما انت كده دمرتيه. فالرش ده يا جماعه عايز مثلا اسود، مثلا هترش حته سمراء مثلا، حته بيضه ممكن، لكن الذهبي بالذات بيصدي يا جماعه، لان الذهبي ديت برونز طالع من برادة النحاس، فلازم يكون في مواد تحافظ عليه وتعزله عن الهواء عشان ما يصديش. دي بفماشة صنايعية، ناس تكون شغلانتها دي. ما نرشش احنا. خلينا بقى في الضرفة. الضرفة يا جماعة اتنضفت
وبقت بتلمع زي ما انتم شايفين. شوفوا منظرها يا جماعه اهيت، واللمعه باينه خالص زي ما انتم شايفين. لو احنا بقى قلبنا النص اللي تحت ده اهوت، النص ده يا جماعه بصوا بقى الفرق، شايفين كل ده في ثانيه دلوقتي مش هتلاقيه برضه. لكن شوف بقى تحت بقى بدأ يلمع، واللمعه حلوه جدا وكويس جدا 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 جدا. هنكمل بقى اهوت يا جماعه في الضرفه برضه. بقيه الضرفه كنتوا شايفين انتوا طبعا فيها نقط سمراء كتير وكده، هي انا طوقتها ولمعتها، والضرفه بقت قدامكم اهيت زي ما انتم شايفينها كانها جديده نوفي. وهم بس كل الموضوع شويه بريل ما يجيبوش بجنيه، بس يكون تقيل وتعملي بقماشه فطره كده وتقومي مطوقه بقماشه ثانيه. والضرفه قدامكم يا جماعه زي ما انتم شايفين. كل واحده عايزه تنظف الموبيليا او باب الشقه او حتى الثلاجه نفس الموضوع، اهم حاجه يكون البريل تقيل والنسبه وعليه نقطه ميه صغيره خالص، تعملي كده هيقوم مسيح ومنضف. والضرفه قدامكم يا جماعه، وارجو ان انا اكون افدتكم بالمعلومات، وكل سنه وانتم طيبين وتنظيفه سعيده. واسيبكم بقى عشان اخش على الشقه اللي ام احمد حاكمه عليها. وطبعا يا حبايب قلبي يا رب نكون افدناكم النهارده بمعلومه جديده وتكون كويسه وتطبقوها، طبعا هتبقى تفرق معاكم في التنظيف ان شاء الله. وطبعا يا جماعه انتوا زي ما انتوا شفتوني وانا بنضف الضرفه، زي ما قلت لكم ده ممكن ينضف الثلاجات، ممكن ينضف الابواب. فيا جماعه لو اي حد قابله اي حاجه في الموبيليا عايز يسال فيها يبعت لي تعليق وانا هرد عليه. اي حاجه عايزه تتعمل في الموبيليا مش ما بتنضفش، فيها مشكله، فيها اي حاجه، رن عليا وانا هقول لك تعملي ايه بالظبط فيها. كومنتاتكم طبعا هتسعدنا وهتبسطنا وهنبقى فرحانين جدا بيها. ويعني ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك، أيوة. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ونشوفكم على خير في